يسعد اوقاتكم. قلنا بما انه احنا جايين بيت لحم بدي احاول ازور بعض الاماكن قدر الامكان التاريخية. هاي احنا في منطقة اسمها منطقة قرطاس، يعني الجنة المقفلة، قد ما هي خضراء تتمتع. احلى فيها اشي الفاصوليا العريضة، معروف عنها فاصوليا القرطاسية، فاصوليا قرطاس مميزة جدا، بتكون عريضة. وهاي البرك سليمان اللي هي على زمن سليمان القانوني ب 900 اظن 94 اشي زي هيك هجري. وهاي قيمتها انها كانت رافد للمياه للقدس ولبيت لحم لجميع وهلا حولوها لمنطقة سياحية. واحنا بنصور التقينا في احد الاخوات من بيت لحم. مرحبا، يعطيك العافية. احنا من قناة فضاءات واسعة على اليوتيوب، جايين سياحة على بيت لحم ومعنيين في قرطاس وبرك سليمان من المعالم التاريخية السياحية المهمة فيها. فايش عندك معلومات عن هاي نعرف مدينة بيت لحم اللي هي مدينة الخبز اظن. ايش معناها مدينة الخبز. الخبز اللي هي مهد سيد المسيح عليه السلام. عليه السلام. وهاي كانت تابعة للخضر وقرطاس، ما هي امتداد الخضر قرطاس كله معروف في الزمانات. وهي بوابة الخضر كانت معبر لا بين الشمال والوسط والجنوب. جنوب شمال وسط. حلو. فكانت هان مربط الخيل، والقلعة هاي كانت مربط للخيل لما يشتروا يطلع على القدس. بلاد الحجاز كانت هان المقر. فكانت هاي المضخات على زمان سليمان القانوني لبلاد الشام لما طلعوا على فلسطين وطلعوا كانوا يربطوا الخيل ويطلعوا يحجوا هنا بعد حجة مكة. يقدسوا يقدسوا يجوا هنا. ونفس الاشي كانت الصليبيين معلومات مهمة، يعني لازم نحكي هيك لمحة دائما عن التاريخ. بس تعرفينا باسمك بين الخضر ايش البركة؟ لا أنا كلثوم الشولي. كلثوم الشولي. من وين؟ من بيت لحم؟ من الخضر. خضراوية، أهل العنب وأهل الدوالي وأهل الكرم. نتشرف ليوم نزوركم في قرية الخضر ونصور فيها كمان. أهلا وسهلا فيكم حبيبتي. فهاي كانت الآثار كانت تابعة، هي يعني كانت ما زالت مزار للسياحة. المفروض عملناها اشتغلنا عليها نسويها هيك سياحة عامة للبلد. ما تضر لحدا يعني كمنطقة عامة. بس لا حلو، بالعكس حلو كتير انه اللي يجي من برا يجي يدخل على كل حال سعدنا اخت كلثوم باللقاء معك، وهلا بدنا نصور شوية جوا كيف تطورت. شكرا كثير لك. يلا عبين ما تيجي هذا افرجيكي. هذا قصر المؤتمرات. قصر المؤتمرات هذا اللي بني بال2000 اظن لما اجوا بال2000 سووا بيت لحم 2000. كانت هذا عملوا قصر المؤتمرات اللي هي بتصير فيه شغلات كثيرة ثقافية فنية كمان، ولقاءات واجتماعات سياسية. وجوا في كمان وفي جوا كمان قاعة متحف بيعكس الثقافة الفلسطينية. شارع كتير حلو على فكرة، بجنن. بس للأسف شايفين انتم ماشيين حلو، أشجار حرجية يعني كتير حلوة. هذا تابع كمان لقصر المؤتمرات. والله مساحته كتير حلوة كتير ويعني مرتب بصراحة. هذا كل هاي المساحة مساحة قصر المؤتمرات اللي قبال منتزه. هذه القلعات قلعة هانا، في قلعة لفوق اسمها محل ما بقوا يربطوا الخيل. شايفين ما أحلى مدخله؟ هذا كله تابع لقصر المؤتمرات. شايفين هاي هي البركة، وعاملين جنبها منتزه سياحي حلو. هلا بعمل لكم الجولة فيه ايام سليمان القانوني. شايفين هاي المنطقة، منطقة الأحراج، هاي كلياتها حول منتزه برك سليمان. احنا هيك على المدخل. شوفي في تحت كيف اثار اليوم كان لمدة 3 أيام العيد. كانت مبادرة حلوة من إدارة المنتزه انهم عملوه مجاني للعائلات. كثير حلو. حلو المنتزه، أعداد، ألعاب للأطفال، برك ماي، مكان كتير حلو. هالأطفال أهل يعني بيجوا بنبسطوا بيشوا بياكلوا بيلعبوا هم وولادهم. سلام.
شايفين ما أحلاه. هلا بصور لكم تحت هذا المنظر عند بركة الماي. هاي جزء من برك سليمان التاريخية. ما أحلى هالمنظر. بلادي حلوة والله، بلاد حلوة ولا أحلى. بايا، كيف الأجواء؟ عجبتكم؟ حلوة كل عام وأنتم بخير. كيف مبسوطين؟ تمام الحمد لله نشكر الله. مرحبا الصبايا، مبسوطين؟ غيرتوا أجواء؟ احنا كل الناس نازلة على ريحة قلنا نغير نطلع بيت لحم. اسمعي